في نوع جديد من الاستغلال بدأ يظهر ورا الكاميرا. استغلال مش تجاري بس، لأ، استغلال ديني شكله بريء جدا، بس حقيقته فيها تسويق ونفاق أكتر منه إيمان. تفتكروا لما بنشوف قناة بنت محجبة صوتها هادي صورتها طاهرة نصدق على طول إنها رمز للالتزام؟ طب لو قلتلك إن جزء كبير من القنوات دي بيتعامل مع الحجاب كستايل تسويقي مش كقناعة دينية؟ ورا الكواليس في اجتماعات بتتعمل لتحديد شكل الصورة المثالية للبنت اللي هتجيب مشاهدات أكتر، المحجبة اللي تبان ملاك وتتكلم بأسلوب فيه براءة مصطنعة، لأنهم اكتشفوا إن الناس بترتاح للوش البريء فتصدق أسرع وتشترك أسرع وتشتري أسرع. في قنوات بتختار المحجبات مخصوص عشان تكسب ثقة الجمهور، بس أول ما الكاميرا تتقفل كله بيتقلب. تصوير تاني يوم بنفس الحجاب بس بمكياج خفي وإضاءة تخلي كل حاجة أنعم وأكتر جاذبية. ورا الكواليس بيتقال جمل زي خلي الفيديو فيه شوية روح دينية عشان الناس تحبك أكتر. الحجاب هنا مش عبادة، بقى شعار تسويقي بيتباع مع كل إعلان ومع كل مشهد محسوب بدقة. وفي بنات فعلا نيتهم بتبقى طيبة بس بيتسحبوا جوه اللعبة من غير ما يحسوا، بيفتكروا إنهم بيقدموا محتوى نضيف، لكن الحقيقة إنهم جزء من خطة لجذب فئة معينة من الجمهور تحت عنوان الالتزام. لكن الهدف الحقيقي هو الأرقام. الموضوع مش ضد الحجاب، الموضوع ضد اللي بيستغلوه، اللي خلوه وسيلة مش رسالة وشكل من غير روح. من المفاجآت الكبيرة كمان اللي بقت بتحصل مؤخرا إن نفس البنت اللي القناة بدأت بيها كرمز الحجاب تلاقي بعد فترة قررت تقلع الحجاب، مش لأنها اقتنعت، لأ، لكن لأن الترند بيقول كده. يبقوا قاعدين في الاجتماعات يقولوا الناس زهقت من المحتوى المحافظ، لازم نعمل صدمة، والصدمة تبقى خلع الحجاب عشان الترند، عشان المشاهدات، عشان الموجة الجديدة. وفجأة بيتحول للقرار الشخصي لمشهد سينمائي كامل، في دموع، في مونتاج، في عناوين بتصرخ أنا اخترت أكون حرة. لكن الحقيقة الحرية دي مش دايما قرار، أحيانا بتكون خطة ترند مدروسة. الحجاب الحقيقي اتحول من رمز للستر لوسيلة للوصول. خلف الكواليس في دايما لعبة أكبر من اللي باينة، والمحتوى مش دايما بيكشف الحقيقة لكن بيعرف يغطيها كويس جدا. الحجاب مش مرحلة ولا موضة ولا ترند يبدأ وينتهي، هو نية، ومكانها مش على الكاميرا، مكانها جوه القلب.